الأهلي يوجه ضربة قوية جديدة لصفقة الزمالك. وجه مسؤول النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صدمة قوية إلى المسؤولين داخل نادي الزمالك، وذلك قبل بداية الموسم الكروي الجديد. وكشفت مصادر مطلعة أن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في صفوف شارلو البلجيكي كان قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى أن الصفقة توقفت فجأة رغم قناعة الجهاز الفني بإمكانياته الفنية. ووفقا للمصادر فإن سبب رفض الأهلي ضم الدباغ لا يتعلق بالجوانب الفنية، وإنما بخلفية إدارية وسياسية تعود إلى الأزمة التي نشبت مؤخرا بين النادي الأهلي والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على خلفية بيان الأخير الذي هاجم فيه النادي الأهلي بعد رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي. وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل الأهلي مع وسام أبو علي بعد أن أتم اللاعب انتقاله إلى صفوف كولومبوس الأمريكي، معتبرا أن اللاعب لم يمنح الفرصة الكافية لإثبات نفسه، وهو ما أثار تحفظات داخل إدارة النادي الأهلي، وتحديدا من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، والذي أبدى اعتراضه على لهجة البيان. وأوضحت المصادر أن تلك الواقعة دفعت الخطيب لاتخاذ قرار بعدم التعاقد مع لاعبين فلسطينيين في الوقت الحالي، وذلك لتجنب تكرار الجدل. وكان أول ضحايا هذا القرار هو عدي الدباغ الذي كان على بعد خطوات من ارتداء القميص الأحمر. وبعد انسحاب الأهلي من الصفقة، دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع اللاعب الفلسطيني في ظل رغبة الإدارة في دعم الخط الهجومي بعناصر مميزة، لا سيما مع تألق الدباغ في الدوري البلجيكي وامتلاكه سجلا تهديفيا مميزا. ويعد عدي من أبرز نجوم الكرة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وسبق له الاحتراف في الكويت وقطر وبلجيكا، ويتمتع بسرعة ومهارة عالية تجعله هدفا لعدة أندية عربية خلال الميركاتو الحالي. وشهدت الفترة الماضية هجوم قوي من قبل جماهير نادي شارلو البلجيكي على عدي الدباغ بسبب فشله في التسجيل بجانب ابتعاده عن التسجيل، حيث أبدت الجماهير سعادتها الكبيرة بعد قرار رحيل اللاعب إلى الدوري المصري عن طريق نادي الزمالك. طبعا دي كانت كل أخبارنا عن الدوري المصري وخصوصا نادي الزمالك. هنشوف وسام أبو علي من أمريكا. وسام أبو علي يوجه ضربة قوية إلى النادي الأهلي رغم ملايين كولومبوس الأمريكي. تقدم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي المنتقل حديثا إلى صفوف كولومبوس الأمريكي بطلب رسمي إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، إلى جانب مكافآت البطولات التي شارك فيها في تحقيقها مع الفريق قبل رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأبدى اللاعب استياءه من تأخر حصوله على مستحقات تعود لفترة وجوده داخل صفوف النادي الأهلي، والتي تشمل رواتب متأخرة وبعض المكافآت المرتبطة بحصد البطولات المحلية والقارية خلال الموسمين الماضيين. لكن وفقا للمصادر داخل النادي الأهلي، جاء رد الأهلي واضحا، حيث أكد مسؤول النادي الأهلي أن وسام أبو علي تعرض لعدة خصومات مالية خلال فترة وجوده في الفريق بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية، إلى جانب تمرده على قرارات الجهاز الفني في بعض الفترات، وهو ما اعتبر إخلالا بالتعاقد يستوجب العقوبة والخصم. وشددت الإدارة الحمراء على أن اللاعب تسلم كافة مستحقاته القانونية حتى آخر يوم له داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أن أي مبالغ تم خصمها جاءت وفقا للوائح الداخلية والمعتمدة التي تطبق على جميع اللاعبين دون استثناء.
وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير 2024 وسط آمال كبيرة بأن يقدم إضافة هجومية قوية للفريق. وفي نهاية الموسم الماضي تم الاتفاق على رحيله بشكل نهائي إلى نادي كولومبوس الأمريكي ليبدأ مرحلة جديدة خارج القارة الأفريقية. ويعد هذا الخلاف المالي هو الأول بين اللاعب والنادي منذ مغادرته، وقد يتم حسمه بشكل فوري وشكل ودي خلال الأيام المقبلة في حال التوصل إلى تسوية مالية مناسبة تناسب الطرفين. طبعا انتوا عارفين ان النادي الأهلي عمره ما ياكل أي مبلغ أو عمره ما يخصم أي مبلغ دون لائحة على أي لاعب في لعب في النادي الأهلي قبل كده. طبعا النادي الأهلي بيدي كل لاعب حقه، وكل لاعب بياخد كل مستحقاته في الوقت المناسب. قبل غلق القيد، رباعي جديد يرحل عن النادي الأهلي. يقترب سوق الانتقالات الصيفية في مصر من استدال الستار، حيث يغلق أبوابه رسميا بعد 96 ساعة، وتحديدا يوم 6 أغسطس الجاري. وفي هذه الفترة القصيرة تكثف أندية الدوري الممتاز جهودها لإبرام الصفقات الجديدة والتخلص من بعض اللاعبين قبل غلق باب القيد. وفي النادي الأهلي لا يزال مستقبل أربعة لاعبين رغم انفتاح الإدارة على رحيلهم واتفاق الإدارة على رحيلهم خلال الميركاتو الحالي، إلى أن المفاوضات مع الأندية المهتمة لم تصل إلى اتفاق نهائيا حتى الآن. الرباعي المهدد بالرحيل عن الأهلي قبل غلق الميركاتو هو رضا سليم المغربي. يسعى الأهلي لبيعه بشكل عاجل لحل أزمة قائمة الأجانب، في ظل وجود 6 لاعبين أجانب حاليا، وهم محمد بن رمضان وأليو ديانج وأشرف داري وأشرف بن شرقي وجراديشار. أحمد عبد القادر خارج الحسابات الفنية تماما، لكن لم يصل للنادي أي عرض مناسب للتخلص منه حتى الآن. مصطفى مخلوف الحارس الشاب الذي يرغب الأهلي في إعارته إلى كهرباء الإسماعيلية بناء على طلب المدرب الأسباني خوسيه روبيرو، إلى أن الاتفاق بين الناديين لم يحسم حتى الآن. سمير محمد خارج من حسابات الجهاز الفني أيضا، لكنه لم يجد حتى اللحظة ناديا يتوصل معه لاتفاق للرحيل. استأنف الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي تدريباته أمس الجمعة عقب الراحة التي حصل عليها يوم الخميس، وذلك للتخفيف من حالة الإجهاد التي عانى منها اللاعبين في الفترة الأخيرة بعد برنامج تدريبي مكثف تخللته مباراة ودية مباشرة عقب العودة من معسكر تونس دون توقف. وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة عصر الأحد الماضي بعد معسكر خارجي استمر نحو 10 أيام في تونس، خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الملعب التونسي والبنزرتي التونسي، انتهتا بفوز الأهلي 4-1 و5-0 على التوالي. وبعد العودة استأنف الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين، ثم واجه فريق إنبي وديا مساء الثلاثاء، وحقق الفوز بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي قفشة وتريزيجيه من ركلة جزاء. وواصل الفريق تدريباته يوم الثلاثاء والأربعاء قبل أن يحصل على راحة الخميس ليعود للتدريب مجددا أمس الجمعة، على أن يواصل ميرانو اليوم استعدادا للاستحقاقات المقبلة. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي، وبشكركم شكرا جزيلا.